السلام عليكم يا جماعة، هو ايه اللي بيحصل في البلد؟ الواحد مبقاش فاهم هو رايح يحضر حفلة ولا رايح يشتري شقة تمليك. اسمعوا الكارثة دي وقولولي أنا عقلي طار ولا ايه النظام. دلوقتي موسم الساحل الشمالي والعالمين شغال. الناس هناك مش رايحة تقضي صيف عادي، دول رايحين يعملوا مزاد علني على الفلوس. حفلات الفنانين الكبار زي عمرو دياب وشيرين وتامر حسني بقت عاملة زي البورصة. التذكرة العادية اللي تقف بس عند الباب دي تذكرة بأرقام خيالية، ما بالك بقى بالترابيزة. اه ترابيزة الخشب أو الإزاز وعليها كام كرسي. تعالوا نبص بقى الأرقام الحقيقية اللي تخلي الدم يفور في العروق. حفلة لعمرو دياب ولا شيرين في العالمين، تخيل إنك عشان تحجز ترابيزة في الصف الأول تدفع كام؟ مش هقولك 1000 ولا 2، الرقم بيوصل ل300,000 جنيه و30,000 كمان، يعني 330,000. يعني تقريبا تمن عربية مستعملة حالتها كويسة أو مقدم شقة في اسكندرية عشان تقعد في كرسي مدة ساعتين تسمع 3 4 أغاني، تدفع في الكرسي الواحد في الصفوف اللي قدام من 10 ل12,000 جنيه. طيب ليه؟ هو المطرب هيجي يقعد جنبي يغني لي أنا لوحدي، ولا المشروب اللي على الترابيزة هيكون جواه ياقوت ومرجان؟ ما هو الموضوع بينزل بمشاريبه بقى. طب نهدى كده شوية. تامر حسني، إليسا، تامر عاشور، طب يا جماعة الحفلات دي احنا عايزين نصيف بقى، الواحد حران. الحفلات دي برضو الترابيزات فيها بتضرب في العالي، توصل ل150,000 جنيه. الواحد وهو قاعد في البيت يحسبها بالعقل البسيط. بني آدم لما يدفع تمن عربية في سهرة تخلص الساعة 3 الفجر هيفكر في ايه وهو مروح؟ هياخد الأغاني معاه في كيس، ولا هيدفع تمن المنظرة والبرستيج ده، ولا ايه الحكاية بالظبط؟ ده شوية هيصة وهنهيصها ونروح نكتئب تاني. يعني الوشوش هي ايه اللي هيتجد جديد؟ الناس رايحة الحفلة دي وهي حاطة في دماغها هدف واحد، أنا هنا يعني أنا غني، يعني أنا ببعزق فلوس. تلاقي الشاب أو البنت نازلين من العربية كأنهم نازلين من مركبة فضاء، ولابسين لبس مش عارفين هما جايبينه منين أصلا. كل همهم إن الكاميرا تجيبهم وهم قاعدين على الترابيزة 300,000 جنيه عشان يعملوا بيها ستوري على الانستجرام. وتاني يوم تلاقيهم أصحابهم كلهم بيتكلموا كأنهم فتحوا باب عالي للثراء. ده الناس دي ايه دي؟ محدش يعدي من قدام باب بيتهم. الشركات المنظمة عباقرة في الحتة دي، بيعملوا ايه؟ ينزلوا التذاكر على دفعات، كل دفعة تغلى عن اللي قبلها. يعني ينزلوا دفعات اللي عليها طلب يزودوا السعر، اللي عليها طلب يزودوا السعر، ناس هتتجن يزودوا السعر، ناس هتتهبل. لما الموضوع يخش في ايه؟ الحق احجز قبل ما تخلص. يعني بقى ايه؟ بيعملوا أزمة وهمية ما بتحصلش. يعني يقولك اصلي العدد محدود والحق احجزه. اي يا جماعة، العدد بقى محدود اكتر، احجزوا الحقوا والسعر زاد. والناس تروح تتسابق عشان تدفع فلوسها في الهوا. تلاقي التذكرة اللي كانت ب1000 جنيه امبارح بقت النهاردة ب20,000 ضعف الرقم. وناس تقف تستناهم على جروبات الفيسبوك والتليجرام تبيع وتشتري في التذاكر كأنها بورصة بتاعت ذهب ولا دولارات. الموضوع بقى وهمي وهو كله بياكل على قفا كله. اللي عايز يتمنظر أهلا وسهلا يدفع، ما اللي عايز الكحل يتكحل وادفع حق الكحل بقى، هتبقى كحل على دماغك. المشكلة بقت مش في الفلوس، المشكلة في اللي بيحصل عند البوابات. تروح الحفلة تلاقي فيه شروط تعجيزية للدخول، ممنوع كذا ومسموح بكذا، والناس واقفة في طوابير طويلة عريضة عشان يثبتوا انهم لايقين على المكان، لابسين الزي المناسب، داخلين معهمش حيوانات، معهمش أطفال، مش عارفة لابسين ايه عاملين ايه. تدفع 300,000 جنيه وفي الآخر ممكن البواب يقولك لا 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 لا، المظهر مش لايق على السياسة البصرية للقرية السياحية. تحس انك رايح تقدم في وظيفة، مش رايح تسمع أغنية يا عوازل فلفله. ما أنا مش فاهمة هو ايه ده. الأهم من ده ان ممكن تدفع وفي الآخر ما تدخلش. روح غير هدومك وبعد كده بقى تعالى يا باشا. واحد يقعد يفكر هو ايه اللي يخلي بني آدم طبيعي لا بيطير ولا بيمشي على المية مستعد يدفع شقة عمره ولا أخد له كارد من البنك في كام ساعة وسط زحمة ودوشة وإضاءة تعمل عين؟ الإجابة ببساطة الوهم. الوهم اللي بيبيعوه للناس في شوية نور، مسرح، اسم فنان كبير بيغني في الميكروفون، ولا هم دريانين باللي قاعدين بيدفعوا كام ولا فرق معاهم كام. الناس اللي باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تحضر حفلة، واسمنا بقى حضرنا حفلة عمرو دياب في الساحل يا رجالة.
ويفضلوا ينزلوا كل يوم ستوري طول السنة حتى في الشتاء ويقرفونا بيه. لما بقى تدخل بقى من البوابة، الحمد لله عدينا من البوابات والعذاب ده، توصل بقى لجوه، هنخش ترابيزة دافعين فيها 300,000 جنيه، متفهمش على ايه. تفتكر بقى تقعد تسمع المزيكا وتندمج مع الأغاني؟ لا خالص، انسى الموضوع. المزيكا دي مجرد خلفية صوتية، بلاي باك لبرنامج كاميرا خفية أو ديكور محطوط في الخلفية عشان الناس تعرف بس تتصور براحتها. السهرة هناك مش حفلة غنائية، دي كواليس عرض أزياء، مسرح تباهي عالمي. انت مفكر انت واعي للي بيحصل والأخ بيغنيه ولا الأخت اللي طالعة ترقصه؟ لا نهائي، احنا بنتفرج على بعض. عرض أزياء، أنا لابسة ايه والبنت دي لابسة ايه، والبنت دي لابسة أحسن مني. طب وانا قاعدة، انا ازاي قاعدة وهي لابسة أحسن مني؟ انا راح اجيبها من شعرها ولا خليني قاعدة مكاني؟ كده يبقى الغل في المكان. تلاقي الناس قاعدة على الترابيزة وكل هم البنت او الشاب مش ان المطرب بيقول يا ليل يا عين، لا، قاعدين يظبطوا زوايا الكاميرا ويفكوا اضاءة الموبايل عشان كل الناس تعرف ان هم في الصف الاول. الستوري ينزل والناس بقى تحط قلوب بقى ولايكات، بس تفتكروا ان هم بقى قاعدين فين؟ في قصر كريستيانو. هم اساسا قاعدين على كراسي بلاستيك متغطية بقماشة شيك مرسومة عليها كلمة VIP بخط عريض. هو ده الكرسي ابو 300,000 جنيه حضرتك، لو جبته من العتبة مش ب300 جنيه حتى. واعمل عليه القماشة اللي انت عايزها، ان شاء الله يا رب تكتب الملك، مش هتفرق. المهم الحكاية مش بتقف لحد هنا، دي وصلت كمان لموضة التذكرة الخلفية. يعني ايه؟ يعني الشاب بدل ما يقف قدام المسرح يتنطط زي الناس، يدفع فلوس محترمة عشان يقف ورا الفنان على المسرح نفسه. وتلاقي المسرح مليان ناس كتيرة، اتاري دول دافعين فلوس اسمها التذكرة الخلفية، اللي بيقف ورا الفنان او على طراطيف الكواليس بتاعة المسرح كده. ليه يا جماعة؟ عشان في كل مرة الكاميرا تلف تجيب المطرب، هو بقى يظهر في الخلفية ورا معاه. تحس انهم بيشتروا دور حاشية السلطان. الكاميرا تجيبه بقى تلاقيه واقف حاطط ايده في جيبه باصص للكاميرا بابتسامة باردة، عامل نفسه من ضمن فريق العمل او من مقربين قوي للنجم اللي ماسك له الفوطة عشان يمسح عرقه بعد ما يخلص، وهو واقف دافع قد كده عشان ياخد اللقطة دي وينزلها على تيك توك، نزلها على الانستجرام. يوم اصحابه يقولوا له ايه بقى يا عم، انت كنت واقف ورا عمرو دياب، ايه ده يا عم، ده حبيبنا. ايوه يا جماعه، انا مش اي حد يا جماعه، انا كنت عمرو دياب كان واقف جنبي كده، انا وهو كده لازقين في بعض كده. المصيبه انك تلاقي ناس تروح الحفله دي كلها تحجز الترابيزه، تدفع الثمن اللي يفتح بيت لمده 10 سنين قدام. كل ده ليه بقى؟ عشان تقعد نص ساعه بالظبط تاخد الفيديو، ترفع الستوري، تقوم تمشي قبل ما الحفله تخلص اصلا. والله زي ما بقول لك كده، هو مش رايح يسمع شيرين ولا تامر ولا عمرو، رايح يثبت للناس انه كان هناك. بس هتلاقي الاستوريات بقى كلها واقفين بقى يغنوا ايه ويتصوروا، ما مش واعيين لاي حاجه. الحفله بالنسبه له مش متعه سماعيه، ده مستند رسمي على السوشيال ميديا يثبت انه عايش في الطبقه الفلانيه. لو حد ساله الحفله كانت حلوه ولا لا، يقول له تجنن، كانت وهم. هو ما سمعش غير اغنيه ونص، كان مشغول بيظبط شعره عشان الكاميرا ما تجيبش جنبه حد تاني. الشركات المنظمه حريفه بقى، بيلعبوا على الحته دي صح قوي، عارفين ان الناس دي رايحه تدفع عشان المنظر مش عشان الفن ولا عشان يسمعوا. تلاقي بقى الاسعار تولع، كل ما السعر يزيد الطلب يزيد. دي حاجه غريبه جدا في علم الاقتصاد، اسمها كل ما الحاجه تغلى الناس تجري عليها اكتر، لانها مبقتش سلعه تشتريها، دي مجرد علامه تميز اجتماعي. الترابيزه اللي ب150,000 جنيه لو بقت ب10,000 جنيه، ايه ده؟ احنا نروح نقعد على ترابيزه ب10,000 جنيه؟ لا خالص، شايف لنا ترابيزه اغلى من كده، احنا مش مستوانا يقعد على الترابيزات دي، شكلها حفله مضروبه. ما نروح شوف لنا الحفله التانية اللي عليها الترابيزه بنص مليون جنيه، احنا نقعد في الحتت دي، احنا اولاد ناس، ما ينفعش. هي الناس كده، الناس تبطل تحجز الحاجات الرخيصه، السر كله في انها غاليه صعبه فيها غرور، انا عايز المكان ده. النتيجه ايه من كل ده؟ شويه شباب بيروحوا يصرفوا تحويشه عمر ابوهم وامهم في ساعتين 3، والصناع الحفلات دي يلموا بقى ملايين مملينه، والفنان يخلص نمرته ويقبض ويمشي، والناس تروح بيوتها دماغها طايشه، جيوبها فاضيه، صورهم على الموبايل جايبه الاف اللايكات. بس لما يجي بكره الصبح الفاتوره بتدفع بجد، تخبط راسك في الحيط بعدها.
عشان كده الواحد لما يقعد يفكر في اللي بيحصل في الساحل والعلمين يلاقي الموضوع كله عبارة عن مسرحية كبيرة ضخمة. احنا بندفع تمن التذاكر، احنا اللي بنمثل فيها، احنا اللي بنسقف للوهم في الآخر. سهرة بتعدي في ثواني، ديون، مصاريف تقعد تشيل همها طول الشتاء. أيوة، في ناس بتروح تستلف عشان تروح حفلة زي دي في الساحل، يقعد طول السنة يوفر ويمكن ما ياكلش كمان، وحاجات مهمة ممكن تتشيل عشان يروح يحضر حفلة زي دي لعمرو دياب ولا شيرين ولا تامر في الساحل ويتصور هناك. وهي كده اتعشت بقى طول السنة، يقعد بقى يدفع بقى سواء استلف ولا يكمل بقى يحوش عشان السنة الجاية. حاجة غلب. كل ده عشان نقعد على كرسي مرسوم عليه VIP ويصور لك الكرسي 10 مرات وعشان يقول للناس أنا هنا. ربك يستر بقى الصيف ده ويخلص على خير، والناس تفتكر ان الفلوس بتيجي بطلوع الروح وشقى العمر، مش بتترمي على الترابيزات. والله الواحد اللي بيشوفه على الساحل ده زي انا ما احبش اروح بصراحه. لو تحب تروح هناك يا ريت تكتب لنا في التعليقات، وقول لنا لو حضرت حفله من الحفلات دي شفت المناظر كده بالظبط ولا ايه الحكايه. مستنيه تعليقاتكم، ومستنياكم كمان تعملوا لنا اللايك الحلوه، وانا مبسوطه ان انتوا معانا هنا في القناه، نورتوا الدنيا. أسيبكم في أمان الله والسلام عليكم.